100 يوم تقريبا 100 قصة على سيرفرات سامب التونسية. اليوم الأول ميجا لايف رول بلاي. قبل ما نبدأ حبيت نعمل شكر خاص لحسام وشات جي بي تي، والله يعاونوني على الآخر، وخليكم مع الفيديو. أول ظهور لاسم ميجا لايف على اليوتيوب كان في مارس 2013، لكن الفيديو تحذف وما لقيتش حتى دليل واضح يثبت انه سيرفر تونسي. بعد شوي في 19 ديسمبر 2013 ظهر مرة أخرى لكن كسيرفر أجنبي. أما أول ظهور فعلي بنسخة تونسية على السوشيال ميديا كان ما بين 2016 و 2017. كيف حتى الفيديوهات وقتها تحذفوا، أما صارت برشا أحداث خلت السيرفر يتسكر ويرجع يتحل مرات ومرات، لأنه وصلنا للنسخة اللي نعرفوها اليوم السيزن 13. بصراحة مفما حتى دليل قاطع ولا خيط يوصلنا للملاكين الأصليين اللي بداو ميجا في 2017. أقرب حاجة عنا هي نسخة السيزون 1 اللي بدات رسميا في 2019، وكانت أبرز الأسماء فيها الدون، وجدي، حسام، يوري وبرشا أخرين. السيرفر والديسكورد متاعو كل مرة يتسكر ويتحل بسبب المشاكل الداخلية، وكل واحد يحب يكون تشيف والأونر والأشياء هذيك حصيله. في نوفمبر 2023 رجع ميجا لايف تحت إشراف الدون إكس وحسام، اللي وقتها خرج من سيرفر تونيزيا لايف بعد مشاكل كبيرة صارت له معهم. وقتها السيرفر بدا ب 80 عضو وصل ل 100، ومن بعد 120، والماكس كان تقريبا 130 ممبر. باختصار السيرفر عاش فترة البرايم متاعو ووصل التقدم هذا من 2023 حتى 2025. مع نزوح لاي بي سامب 5 ام والامتياز وحتى الناس اللي بطلت اللعبة نهائيا، ميجا لايف اليوم مازال واقف ويخدم. وفي وقت كتابة السكريبت السيرفر فيه 22 عضو. قص عليكم بالعسل، اما السيرفر حاليا في وقت مونتاج اللقطة ذي بالضبط فيه 101. واو، لا عليكم البينج متاعي زفت. حصير 99 100 101 102 103. السيرفر حاليا الماكسيموم متاعو 103 حسب الطار الصوتات الجوية متاعي. هيك هو حاجة واو، حتى فوق الواو. صعيب تلقى حصير السيرفر يخدمها تو. كما قلنا في النزوح متاع السامبل. هيك هو، ارجع اتفرج على روحك يا خطوس. كما اي مشروع ناجح ديما باش يلقى اللي يكرهوه ويحاربوه، الشيترز، الترولرز، الكراشرز والديدوس اتاكرز. هذوما ضربوا ميجا لايف حرفيا وخلقوا سمعة سلبية. حاجة أخرى زادت زعزعة الثقة هي البيف اللي صار بين بانجو وبرادو وقت ظهر كابتور في التراك فيها حسام يبيع رتبة كو اونر بالكريديت، لكن الصراحة الكاب هذيك ماهيش مؤكدة، ما فماش دليل واضح يثبتها، يعني تنجم تكون كذبة وتنجم تكون صحيحة. وبكل حياد اليوم برادو وحسام رجعوا صحاب وما فما حتى مشكل وجوهم ستة زيت. الخلاصة ميجا لايف يبقى سيرفر عريق من أقدم وأقوى سيرفرات السامب في تونس، وما نجم حتى حد ينكر اللي قدموه تحت يد حسام وبقية الفريق. وطبيعي أي سيرفر يواجه مشاكل كيما الشيترز وغيرها، أما يبقى ميجا في مقامه. هذا كان الفيديو متاعنا، اكتبوا لي في الكومنتات شكون السيرفر اللي تحبوني نحكي عليه في الحلقة الجاية. وكان معكم اسلوما ودمتم في رعاية الله.